لا الكتابة. نترجم إلى الإنجليزية إن شاء الله. مساء الخير. يسرني أن أعود إلى رحاب معهد الآداب العربية. الصرح العلمي الذي شهد أولى خطواتي البحثية في مرحلة الماجستير، حيث وفقت إلى إنجاز أول بحث كتونسية في مجال علم المخطوطات تحت إشراف الأستاذ فرانسوا ديلوج وكذلك الأستاذ عبد الحليم فينا، وكان البحث حول صناعة الورق في العصر الوسيط، وهي وصفة كانت تنسب إلى الأمير المعز بن باديس. من هذا المكان الذي أقول له كثيرا من الوفاء والعرفان، وهنا أترحم على فيرون الذي كان له أثر بالغ في دعمي وتشجيعي. واليوم تنفتح لنا أسئلة أوسع حول المادة المخطوطية نفسها، ليس فقط بوصفها نصوصا مكتوبة، بل بوصفها عوارض مادية. ويكفي أن نتأمل هذه الصورة المعروضة أمامكم لتجديد قيرواني قديم يعود إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، لنفهم كيف أن المادة الحافظة للنص هي أيضا جزء من تاريخ المعرفة. فولوج بيت الكتب القيروانية لا يتم عبر النص وحده، بل يمر أساسا عبر تجلياته المادية وفي مقدمتها التجديد. وانطلاقا من هذا المدخل، يطيب لي اليوم أن أشارككم في هذه الأيام الدراسية بهذه المداخلة المرسومة بخوارج النصوص وإعادة إنتاج المعرفة، بداية مدونات جديدة بالمخطوطات القيروانية عبر الأدوات الرقمية، وهي محاولة لطرح قراءة جديدة لهذه المادة النصية التي ظلت لفترة طويلة في الهامش، لكنها في الحقيقة تحمل إمكانيات معرفية مهمة. من هذا المنطلق لا تقدم هذه المداخلة مشروعا رقميا مكتمل الإنجاز ولتعرض نتائج نهائية لدراسة رقمية شاملة، وإنما تقترح إطارا منهجيا للتفكير في الإمكانيات التي تتيحها الأدوات الرقمية لدراسة خوارج النصوص بالمخطوطات القيروانية وإعادة استثمارها علميا. الفرضية: تتناول هذه الورقة خوارج النصوص بالمخطوطات القيروانية من زاوية جديدة لا تقتصر على قيمتها التوثيقية فحسب، بل تنظر إليها باعتبارها وسيلة معرفية يمكن إعادة تنظيمه واستثماره عبر الأدوات الرقمية. وتنطلق من فرضية أساسية مفادها أن هذه الشواهد النصية المرافقة المتن ليست مجرد إضافات هامشية، بل تمثل طبقة نصية ثانية تحمل معطيات تاريخية ومعرفية قادرة على إنتاج قراءات جديدة للمخطوط. تطرح هذه المداخلة إشكالية أساسية مفادها: هل يمكن اعتبار خوارج النصوص رصيدا وثائقيا ومعرفيا قابلا لإعادة بناء تاريخ المعرفة وتداول الكتاب إذا ما أعيد تنظيمه واستثماره عبر الأدوات الرقمية؟ فتحتوي هذه الخوارج على معطيات غنية تتعلق بالقراءة والنسخ والسماع والإجازة والتملك والتداول، لكنها تبقى متناثرة داخل المخطوطات، مما يجعل تحليلها بشكل شمولي تحديا منهجيا. ومن هنا تنبثق الإشكالية المركزية: هل يمكن تحويل هذه المعطيات المتفرقة إلى مدونات رقمية تسمح بإعادة قراءة الشبكة العلمية، تتبع مسار انتقال الكتب وإعادة بناء تاريخ تداول المعرفة؟ وبعبارة أخرى أكثر اختصارا، هل يمكن أن نعيد كتابة جزء من تاريخ المعرفة انطلاقا من الهوامش؟ للإجابة عن ذلك ينقسم تناولنا المسألة لخمس محاور رئيسية. المحور الأول خوارج النصوص من الهامش إلى الوثيقة. يقصد بخوارج النصوص كل ما يرافق المتن داخل المخطوط من عناصر غير أصلية مثل التملكات والإجازات والسماعات والتعاليق والتقييدات التاريخية، وهذه العناصر غالبا ما تعامل باعتبارها هوامش، لكنها في الحقيقة تشكل أرشيفا داخليا حيا داخل المخطوط نفسه يكشف طبقات من التفاعل مع النص عبر الزمن. هي لمخطوطات القيروان، وأنا حاولت في المداخلة بتاعي إني نستعمل ذكاء اصطناعي باعتباري أنا في الأدوات الرقمية باش هناك صور
أنا معناها أنجزتها بداية قصيرة وشيء كذا، لكن الذكاء الاصطناعي في لحظة عملية إكستراوردينير. نشوفوا في الصورة اللي بعد. قلنا إذا كان النقد هو النص العلمي أو الفقهي أو الأدبي الذي أراد المؤلف تبليغه، فإن خوارج النصوص تكشف لنا حياة هذا النص بعد إنتاجه، كيف قرئ وكيف نسخ وكيف درس وكيف انتقل إلى الأجيال. وبهذا المنطلق فنتعامل مع الخطوط وصفه كتلة نصية ثابتة بل باعتباره كيانا حيا متعدد الطبقات تتداخل فيه الكتابة مع التداول ويتفاعل فيه النص مع السياق الاجتماعي والتاريخي. وفي هذا الإطار تمثل خوارج النصوص طبقة معرفية موازية للمتن تتيح قراءة التاريخ من داخل المخطوط نفسه لا من خارجه. المحور الثاني الذي سأتطرق إليه وهو وجود القراءة التقليدية. هذه الصورة اللي أنا قلت لكم هي الصورة الأصلية بتاعها هي خريطة للوزان، وأنا قصيتها وكتبت الرحلة لفوق الخط العربي وعملت حكاية الرحلة هذاك وعطيتها له وعطيته المعلومات وقلت له على العنوان بتاع المداخلة، يعني أعطيته ضوابط بالضبط، حددت له وهو خرج لي أبهرني. C'est votre sympathique. حضرتك تعرف لو تطلب له ماشي لابس. المحور الثاني هو حدود القراءة التقليدية. رغم أهمية خوارج النصوص فإن استثمارها ظل محدودا بعدة أسباب، فغالبا ما تدرس داخل المخطوط الواحد فتبقى المعلومات التي تحتويها متفرقة بين عشرات أو مئات المخطوطات، مما يجعل من الصعب تتبع الأشخاص، فهم العلاقات بين المؤسسات العلمية، إعادة بناء الشبكات العلمية، دراسة حركة انتقال الكتب، وبالتالي تضيع إمكانية رؤية الصورة التي تختبئ خلف هذه المعطيات الجزئية. المحور الثالث الأدوات الرقمية وإعادة إنتاج المعرفة. كما قلت صورة المخطوط هي صورة حقيقية، ولكن المعالجة الأخيرة هي جيميناي. هنا تبرز أهمية الأدوات الرقمية، فالرقمنة لا تعني مجرد تطوير المخطوط أو إتاحته إلكترونيا، بل تعني أيضا تحويل محتوياته إلى بيانات قابلة للوصف والتنظيم والتحليل. الصورة هذه تمثل الجزء الثاني من كتاب العقد من المدونة، والجزء الثاني هو كتاب الشهادات كذلك من المدونة صحنون. نعلق على الصورة وتراو اللي عدة طبقات في النص. عندنا نص مقابلة، عندنا نص تحديث لعيسى الرومانيس، عندنا نص رواية البولاني اللي هو نص رواية صحنون عن ابن القاسم، عندنا نص قراءة، عندنا نص مقابلة. هذا كله في مخطوط واحد. عبارة علاش نحن نقول الكوديكولوجيا هي معناها فرع من فروع علم الآثار، على خاطر عبارة الكوديكولوج قاعد يحفر طبقات نتاع الكتاب، ماهوش طبقات الأرض. أنا بديت الآثار بديت نحفر في الآخر وفيت في الكتاب. هنا حاولت معناها باش نخرج المعطيات اللي خديناهم من المخطوط باش نعملوهم احنا كيما معناها في نوع من باز دوني. تعتمد هذه المقاربة على الانتقال من القراءة التقليدية للمخطوط إلى قراءة رقمية منظمة، وتتمثل خطوات أساسية في الفهرسة الدقيقة لخوارج النصوص، ثم كشف شبكات علمية غير مرئية في الدراسات التقليدية. الأهم من ذلك أن هذه المقاربة تحول الهامش إلى مصدر تاريخي أساسي وتمنح خوارج النصوص مكانتها بوصفها مادة لإنتاج قراءة جديدة للمخطوطات القيروانية. النص اللي أمامكم هو نص تحديث للمعز بن باديس
في كتاب الحج من المختلطة. من المتعارف عليه أن المعز بن باديس حبس مصحفا عن الجامع الأعظم بالقيروان، لكن نجد أنه أيضا حبس كتبا فقهية على نفس هذه المؤسسة الدينية. خط استطرت ونسيت الفيل بتاع باش نحدثكم على مدونة المالكيين. فعلى سبيل المثال إذا جمع جميع التملكات هي نورمالمون التصور اللي فاتت هي مثلا هنا نص ملكية لعلي بن الحسن الحريري أو الجريري، نجم نقراوها بطريقتين نفعه الله به. شوفوا المعلومة اللي عطاها لنا في نص التحديث للوطة بالكل: مما حبسه محمد عبد الجليل بن بدر على حجرته بقصر المصري لوجه الله الكريم. يعني نحن في تونس عندنا في العصر الوسيط معناها أواسط القرن الخامس فما رباط يسمى بقصر المصري ما عادش موجود، لكن يبقى مذكور في خوارج النصوص. هذه حاجة من الحوايج، فما برشا معالم وجدتها في الهوامش خوارج النصوص ما عادش موجودة، مثل مثلا مسجد التوفيق ما عادش موجود، ماش مسجد اسمه مسجد التوفيق وذكر برشا مرات في نصوص التحديث. كذلك قلنا إذا جمعت جميع التملكات الموجودة في المخطوطات القيروانية في قاعدة بيانات واحدة فإننا نتحصل على مدونة للمالكيين ومدونة لحركة انتقال الكتب ومدونة للعائلات العلمية، كذلك مدونة للأسماء والألقاب العربية والبربرية كذلك في تلك الفترة. كما تعرفون أن القيروان هي المدينة التي كان يشد إليها الرحال للمعرفة. أما استخراج نصوص الإجازة فاسمه بإعادة بناء مسارات نقل المعرفة وبذلك يتحول الخوارج لمعلومات معزولة إلى نظام معرفي متكامل. ومن النصوص ذات الأهمية الخاصة في دراسة التاريخ المذهبي الإفريقية لهنا نتحدث على نصوص الشيعة مهمة جدا، وهي نصوص تعرف الشيعة المثبتة في المخطوطات، وهي نصوص تعرف جانبا من التحولات العقدية والصراعات المذهبية. ومن ثم فإن جمع هذه الشواهد المتفرقة في مدونة رقمية موحدة وشأنه أن يتيح إعادة قراءة التاريخ المذهبي من خلال معطيات وثائقية مباشرة مستمدة من المخطوطات ذاتها. المحور الخامس والأخير يمكن لهذه المقاربة أن تفتح آفاقا جديدة لدراسة التاريخ العلمي للقيروان، تاريخ التعليم، شبكات العلماء، حركة المخطوطات، التملك الثقافي، الجغرافيا الثقافية للكتاب، كما تسمح بربط المخطوطات القيروانية بمحيطها المغاربي والمتوسطي الأوسط. هنا تقول القيروان ولكن مش القيروانية على فكرة، لكن أنا نحبها القيروان خاطر هي نموذج متاع علم ومظلومة كبلاد، مظلومة ماهيش ناخذ الفالور تاعها الصحيح. كتونس كلها. خاتمة. تكشف خوارج النصوص أن المخطوط ليس مجرد نص محفوظ بل سجل حي لحياة الكتاب والعلم والمجتمع، كما تبرز أن الأدوات الرقمية لا تقتصر على حمل التراث أو تسهيل الوصول إليه، وإنما تسهم في إعادة تنظيم معطياته واستخراج علاقاته وإنتاج معرفة جديدة انتهاء منه. ومن ثم فإن الانتقال من قراءة المخطوط بوصفه نصا إلى قراءته بوصفه شبكة بيانات يمثل أحد أهم التحولات التي تقدمها الإنسانيات الرقمية اليوم. بفضل هذا التحول يمكن أن تصبح خوارج النصوص ملجأ لإعادة كتابة الجوانب من التاريخ العلمي والاجتماعي للقيروان وإفريقيا وتونس، وأن تتحول الهوامش التي بدت يوما صامتة إلى مدونات ناطقة تكشف وجوها جديدة من الذاكرة الثقافية. وشكرا. شكرا للأستاذ
أعترف على هذه المداخلة التي تفضلت فيها بتسليط الأضواء على مدى سيرة مهمشة توفر على رصيد معرفي غني ذهبت إلى أنها مادة قادرة على تجربة جديدة وإعادة بناء تاريخ المعرفة والدافع نفسه لا من خارجه هي سواء النصوص أو الهوامش وتحت لنا فرصة التعرف على هذه المداخل الجديدة لقراءة المخطوط عبر الأدوات الجديدة لإنتاج المعرفة هي الأدوات الرقمية وطبقت هذه المناهج التطبيق الخبير على نماذج من المنظومات أو من المخطط القيروانية التي كانت الحقيقة في موضوعها في زي شهادة الدكتوراه. نمر مباشرة الوقت